مواقف غريبة حصلت حول العالم. دجاجة دخلت سوبر ماركت في أمريكا وبدأت تجري وسط الرفوف، والموظفين بيطاردوها لمدة نص ساعة وهي بتزوغ وكأنها بتلعب استغماية. في جورجيا مراسلة بتتكلم على الهوا عن الطقس، وفجأة قطة تطلع من تحت الكاميرا وتخطف الميكروفون وتجري، والمراسلة واقفة مش فاهمة حصل إيه. راجل في بريطانيا كسر إزاز مطعم لأنه كان نفسه في البطاطس بتاعتهم، وقال للشرطة: أنا جعان جدا وما قدرتش أستنى لما يفتحوا. ولو حبيت النوع ده من الفيديوهات دوس لايك واشترك في القناة، وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات، ده أهم من كل حاجة. عصابة في المكسيك دخلت تسرق محل وهم لابسين أقنعة سبونج بوب وشخصيات كرتون. الناس افتكروها تمثيلية، لكن الحقيقة إنها كانت عملية سرقة حقيقية. واحد في تكساس سرق عربية شرطة شغالة وساق بيها. لما قبضوا عليه قالهم: كنت جعان وعايز أروح المطعم بسرعة، استخدمها كتاكسي. بطة دخلت اجتماع مجلس محلي في كندا ومشت بين الكراسي وبدأت تصدر أصوات، والاجتماع اتعطل. واحد من الأعضاء قال: البطة شكلها مش عاجبها القرار. حرامي دخل يسرق بيت في السويد، وبعد ما خلص قرر ينام على الكنب. صاحب البيت رجع لقاه نايم جنب المسروقات، والشرطة صحته من النوم. في هولندا شباب بيتجمعوا عند نهر عشان يقفزوا على مراتب ضخمة ويطيروا في الهوا، والحكام بيقيموا القفزات على الطيران والهبوط الكوميدي. كلب في البرازيل دخل ملعب أثناء ماتش رسمي وبدأ يجري ورا الكرة، لدرجة إن اللاعبين وقفوا والكلب بقى نجم الملعب. الناس شجعته كأنه لاعب محترف. مراسل في إندونيسيا كان بيغطي الفيضان وخطى خطوة غلط ووقع فجأة في الوحل على الهوا. الكاميرا شغالة والمذيع في الاستوديو